لو انتي محجبة وعايزة تعرفي تشتري ايه للبس الصيف بتاع 2019 يلا بينا نبتدي لأربع 10 موضات للمحجبات. ازيكم عاملين ايه؟ ويلكم باك تو ماي شانل. للناس اللي اول مرة تشوفني، هاي مس رابسيوني. كنت عملت فيديو لأربع 10 موضات لصيف 2019، وبعد ما عملت الفيديو ده ناس كتير قالت لي طيب ممكن تعملي فيديو للمحجبات. قلت لهم اكيد هعمل فيديو للمحجبات، بس عايزه اقول لكم حاجه، ان الموضه بتبقى هي للمحجبات وغير المحجبات. فالفيديو ده هيبقى اكتر من ايه هي الموضه للمحجبات. انا هتكلم ازاي ان انت تلبسي لبس الموضه او تجيبي الترندز بتاعت صيف 2019 وتخليها تليق على لبسك كواحدة محجبة. روحي شوفي الفيديو الأربع 10 موضات ل 2019، هتلاقيه في الكوردز فوق وفي الديسكريبشن تحت. الفيديو ده هيفيدك جدا وهيخليكي تعرفي هي ايه أكبر الموضات، عشان حتى لو انتي تنزلي وتشتري لبس الموضة اللبس الترندي تعرفي تنسقي. في الفيديو بتاع النهارده انا هوريكي ازاي انتي ممكن تنسقي الموضات او تنسقي الموضة لصيف 2019 ليكي انها تناسب ستايلك، تناسب طبيعة لبسك. بس قبل ما نبتدي بليز نعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم، واشتركوا في القناه وفعلوا جرس الجنب زرار الاشتراك عشان تشوفوا فيديوهات زي دي. فتبقوا فعلوا جرس الجنب زرار الاشتراك عشان يوصلكوا اول ما اعمل فيديو جديد. وتابعوني في الانستجرام ان انا ساعات كتير بشير لوك بيرتس على الستوريز بتاعتي، منها بتبقى اللوكات للمحجبات. ويلا بينا نبتدي لأربع 10 موضات للمحجبات ل 2019 وازاي ممكن تلبسوها. خلينا نبتدي بالحجاب ذات نفسه او الطرحه. ايه هي موضه الطرح؟ اول موضه للطرح برضو للفات الطرح هي ان انتي تعمليها لوز حجاب. انا تابعت الحجاب فاشن بلوجرز وانا بعمل السوشيال فيديو ده، وعامه لقيت ان الموضه بتاعت لفات الطرحه ان انتي تخليها لوز. برضو عايزه اقول لكم حاجه، ان كل الفاشن بلوجرز او الحجاب فاشن بلوجرز اللي انا استخدمت صورهم في الفيديو ده هتلاقوا اساميهم بتاعت الانستجرام في الديسكربشن تحت. بجد ستايلاتهم حلوه حشمه و very trendy، فهتستفيدوا منهم قوي. بس anyway، فكانت اول حاجه انا لاحظتها ان اللوز حجاب هو من اكبر الموضات للفات الطرحه والحجاب بتاع 2019. تاني حاجه برضو لاحظتها في لفات الطرحه وهي ان الطرح النود طالعه موضه. يعني طبعا الارث تونز من الموضات بتاعه 2019 ومن الحاجات اللي طالعه موضه في السمر 2019، والبيجات والارث تونز كلها طالعه موضه. الحجاب فاشن بلوجرز اخدوا اللون ده وبيستخدموه في الطرح كتير جدا. It's very stylish very trendy. دخلتي حاجه من الترندز واستخدمتيها عليكي كواحده محجبه، وفي الاخر طلعتي بلوك ترندي ينفع لحجابك. تالت ترند هي السيلك سوتس. لما اقول السيلك سوتس انا مش قصدي سوت بليزر على بنطلون، لا خالص، هي طالع بنطلون على ماكسي بلاوز. بيسيبوا الماكسي بلاوز دي مفتوحه، بيبقى شكلها very trendy very chic. هي معظم الحاجات اللي طالعه موضه كانت سيلك، بس في نفس الوقت في كذا حاجه اقمشه اقطان وكده، بحيث ان انت برضو لو مش بتحبي تلبسي السلك او بتحسيه very extra ليكي تقدري ان انت تلبسيهم. لما عملت الفيديو بتاع الموضه اللي في المحلات ورحت زارا كان في كذا سوت من الستايل ده. روحوا شوفوا الفيديو ده وفي الكوردز فوق وفي الديسكريبشن تحت، تبقوا روحوا شوفوه. هتلاقوا لوكات كتير جدا انا جبتها كانت تنفع للمحجبات، فبرضو الفيديو ده هيفيدكم. برضو من الحاجات اللي طالعه موضه عامه في صيف 2019 هي سكارف برنت. فالسيلك براوزز برضو من الحاجات اللي هتبقى حلوه جدا بالسكارف ماتيريال كده. انتي دخلتي ان هي حاجه ترندي، دخلتي ترند السكارف السيلك ماتيريال، مع ان هي البلاوزز دي طالعه فيري لوز، طالعه حشمه كده، فكان شكلها حلو. شفت منها برضو كذا واحده في زارا، طالع منها الوان كتير جدا، فبرضو من الحاجات اللي هتبقى حلوه على ستايلك لو انتي محجبه. فيفث ترند دي انا برضو كنت حطاها في الفيديو بتاع 4 10 موضات لصيف 2019 هي كارجو بانس. كارجو بانس اول ما شفتها انها طالعه موضه من الحاجات اللي جت في دماغي قوي ان الترند دي تنفع للمحجبات. اولا البنطلون واسع مش هيبين تفاصيلك من تحت، ثانيا هتبقي لابسه حاجه ترندي جدا، ثالثا بيدي منظر كول. البنطلون ده كان موجود في بريشكا، ف if you are interested هتلاقوا في بريشكا طالع منه، هينفعكوا جدا، هيخليه لبسك كول، هيخليه لبسك ترندي، هيبقى شكلك يعني ترندي وفي نفس الوقت حشو. السكس ترند هي البولكا دوتس. زي ما قلت في بدايه الفيديو ده مش هيبقى ايه الموضه للمحجبات اكتر من انتي لو محجبه تقدري ان انتي تستخدمي الترندز ازاي انها تليق على ستايلك. فالبولكا دوتس طبعا من الترندز اللي طالعه لصيف 2019.
طالعه بالوان كتير مش ابيض واسود بس. البولكا دوتس برضو من التايمليس بيسز اللي انت ممكن تجيبيها هتفضل قاعده معاكي مش هتبطل. ما تقلقيش ان انت تنفست ان something حتى لو حاجه كانت غاليه شويه مش هتجيبيها السنه دي ومش هتقدري تلبسيها بعدين، لا هي تايمليس بيس هتفضل عندك. كذا طريقه شفتها للحجاب فاشن بلوجر، كان في واحده لابسه البولكا دوتس كطرحه كان شكلها حلو جدا وشكلها very beautiful. لو انت عايزه تخلي طقم ساده ينطق ويبقى شكله ترندي تدخليها في الطرحه، بحيث برضو تستخدمي لبسك القديم تستخدميه بطرق جديده، يا دوبك ان انت تشتري السكارف بتاعتك تبقى بولكا دوتس هيبقى شكلها حلو جدا. شفت برضو ان هم مستخدمينها كسكيرتس كدريسز، ففي موديلات كتير تقدري ان انت تستخدمي فيها البولكا دوتس، دخلتيها نفعتك بقى شكلها ترندي وفي نفس الوقت هي بيس هتفضل قاعده معاكي وقت طويل. برضو تبع السكارف ماتيريال الدريسز، السلك دريسز بتاعت السكارف برنت دي من الحاجات اللي طالعه موضه لسنه 2019، من الحاجات very feminine very beautiful. برضه ان انتي تستخدميها كدريسز، يعني زي ما قلت في السوتس زي ما قلت في البلاوزز انتي ممكن تستخدميها كدريسز. مش عارفه ليه في كتير قوي من المحجبات تقول ان الدريسز صعبه ان هي تلبسها، لا دريسز من الحاجات الحلوه جدا، الحاجات اللي بتخلي ستايلك حشمه. هي الفكره كلها ان انتي تشوفي ازاي تلبسيها. دايما زي ما قلت ان انتي تدوري على بنترست، تتابعي الفاشن بلوجرز بتشوفي هما بيلبسوا الدريسز ازاي وان انتي تحاولي تلبسيها زيهم. السكارف برنت دريسز هتبقى حلوه جدا ليكوا، لو دريس قصير ممكن تلبسوه على الجينز بتاعكوا، لو دريس طويل ان انتوا تلبسوه عادي كهو دريس على مثلا طرحه ساده nude. it will look so beautiful and so feminine وهتبقي لابسه حاجه very trendy. تامن ترند هتكلم عليها هي الفلورال. برضو الفلورالز من الترند اللي طالعه ل 2019. لما رحت زارا كان عنده دريس حلو جدا فلورال مابسي برضو ينفع للمحجبات. بجد روحوا شوفوا الفيديو ده هيجيلكوا افكار كتير جدا بحيث ان انتوا لما تنزلوا تعملوا شوبينج او لو هتفصلوا حاجه للصيف يبقى عندكم خلفيه ان انتوا تشتروا ايه وتفصلوا ايه. فلورال دريسز برضو من الحاجات اللي هتفضل قاعده معاكي مش هتبطل. لو مش حابه ان انت تدخلي دريسز لاطقمك، السكيرتس برضو من التاتشات الحلوه. لو انت عندك حاجه فلورال بتبقى very beautiful and very feminine. طبعا من اكبر الموضات لسنه 2019 او لصيف 2019 هو الجولدن يلو. لما عملت الفيديو بتاع موضه 2019 لقيت ان الناس كتير بتقول ان الاصفر صعب ان انت تلبسيه او هيبطل السنه الجايه. لا بالعكس، مفيش حاجه ممكن انها تبطل، ممكن ان انت تستخدميها بكذا طريقه في السيزونز اللي جايه او في السنه اللي جايه بحيث انها ما تخليهاش تبطل او ما تخليهاش لاست ترند تقدري ان انت تفضلي تستخدميها. فالجولدن يلو لما عملت سيرش على الحجاب فاشن بلوجر لقيتهم لابسينه بجد بطرق تحببك في اللون، يعني دريسز لبسوها كسكيرتس على بلاوزز بيضه، لبسوها كسوتس، يعني كل اللي انتي تتمنيه هتلاقيه لابسينه بيها. ففعلا الحاجات دي تحببك في اللون، تخليكي ان انتي تعرفي تستخدمي الإيت كولر ل 2019 وان انتي تدمجيه بحيث انه يناسب ستايلك، بحيث ان انتي تلوك فيري كول وفيري ترندي. فما تخافيش ان انتي تروحي الكولر ان انتي حاساه صعب شويه او لون حاساه ان هو مش بتاعك او مش ستايلك. دوري ازاي ان انت تستخدميه بحيث ان هو يبقى ستايلك. اخر موضه او الموضه العشره اللي انا شايفه ان كتير جدا من الحجاب فاشن بلوجر ار لوكينج ات ان هم يلبسوا اول وايت، يلبسوا الابيض من فوق لتحت، بنطلون ابيض واسع على بلاوز طويله وواسعه، بيبقى شكلهم حلو جدا very classy very classic وحاجه مش هتبطل. وممكن تدخلي كمان الطرحه النود عليها برضو ان انت دمرتي تو ترندز ببعض. فدي من الحاجات اللي انا لقيتها ناس كتير جدا في الحجاب فاشن وورد لابسينها. من الحاجات طبعا التايمليس ان انت لو اشتريتي حاجه كلاسيك ابيض هيبقى شكلها حلو وترندي. كمان من الابيض من الالوان اللي بحسها صيفي قوي. كان الفيديو بتاع النهارده زي ما قلت هو انا ما اتكلمتش عن الموضات اكتر من ازاي ان انت ممكن تنسقي الموضات لو انت محجبه. يا رب الفيديو ده يكون افادكم، وزي ما قلت هتلاقوا كل الفاشن بلوجرز اللي انا اخدت منهم الانسبيريشن ده واللي هم ساعدوني في السيرش بتاعي هتلاقوا سايبه لكم اللينكس بتاعتهم بتاعت الانستجرام في الديسكربشن تحت. بجد ستايلاتهم حلوه جدا، حشمه وفيري ترندي. تابعوهم، خدوا منهم انسبيريشن عشان تقدروا ان انتوا تنسقوا الترندز بحيث ان هو يليق على ستايلكم وتبقوا عارفين ايه الليتست ترند. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم وافادكم. لو عجبكم الفيديو ده بليز اعملوا لايك واشتركوا في القناه وشيروا الفيديو ده مع حد تحسوا ان الفيديو ده هيعجبه. اشوفكم الفيديو الجاي. باي.